اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم الكب كيك بالشوفان والتين المجفف، كلش طيب وصحي ومفيد ويفيدنا بتنزيل الوزن. خلينا نشوف الطريقة. هنا الشوفان الحبة الكاملة راح أحمصه وطحنه حتى نسوي عدة طحين. احنا ما نستخدم أي نوع طحين بهاي الوصفة لأن هي صحية. وبعد ما أطحن الشوفان راح أضيف شوية على قطع التين الناعمة حتى يعني ما يوقع عندنا التين أسفل الكب كيك ويعني ينعجن وياه. وبعدها راح أضيف المواد السائلة اللي هي 2 بيض راح أخفقه ويا فانيلا، وأضيف ربع كوب من زيت جوز الهند ونصف كوب من الزبادي وشوية خل أبيض ونص كوب من الدبس التمر. وبعدها راح أضيف البيكنج باودر والبيكنج صودا وأخلطه، وأضيف شوية نشا حتى يصير عندنا الكب كيك هش، وأضيف المكونات الجافة على السائلة. وآخر شي أضيف نصف كوب أو 3 كوب من الحليب السائل. وآخر شي أخلي التين المجفف وبعدها أخليه بأوراق الكب كيك، وبعدها أحطه بالفرن تقريبا نص ساعة 180 درجة. وبعدها طلعه من الفرن إلى يبرد تماما ويطلع عندنا هذا الكب كيك الحلو اللي يخبر واللي يجنن، كل شهي وخفيف وطري ومفيد. يا ربي إن شاء الله عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها وبألف عافية وفي أمان الله.